ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني. النهارده انا النهارده هنعمل بسكوت الصوف، بسكوت الشاي الاقتصادي. وبيضه واحده هنعمل كميه قد كده، يعني بسهل وبسيط، وفي 10 دقايق كده هنكون محضرينه. وطريقه تشكيله في منتهى السهوله، بسيط قوي ومش محتاج مجهود تحسوا كده ان احنا عاملين مجهود جبار، بس هو في منتهى السهوله. واهم من ده كله بقى انه هش كده وخفيف وبيدوب في البق ومقرمش، حاجه كده خيال بجد. وقبل اي حاجه حابه اشكر حبايبي اللي انضموا معانا جديد هنا في القناه. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نبتدي. مقادير سهله وبسيطه جدا جدا. هنحتاج اول حاجه 4 كوبايات ونص دقيق، عليهم معلقه بيكنج باودر ورشه ملح. ال4 كوبايات ونص دقيق حوالي 600 جرام كده، وممكن يوصلوا معانا ل5 كوبايات على حسب نوع الدقيق بتاعنا. ومعلقه بيكنج باودر حوالي 10 جرام. وهحتاج كمان كوباية سكر بودرة حوالي 200 جرام، وكمان كوباية زبدة حوالي 200 جرام تكون بدرجة حرارة المطبخ، وكمان بضاية بدرجة حرارة المطبخ، و100 ملي زيت اللي هم نص كوباية زيت. كمان 3 اكياس فانيليا عشان تدي نكهة الفانيليا الشديدة كده، الطعم حلو قوي. عارفين انتوا البسكوت اللي هو عندنا بسكوت هنا في مصر اسمه نواعم كده، بيبقى طعمه دايب كده وطعمه تحفة، فظيع بجد. اهم حاجه تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ، لان الجو اليومين دول ساقعه متلج. فلازم نطلعها قبلها ب3 4 ساعات كده عشان تتخلط معانا كويس. نحط الزبده والسكر ونضرب ضربه كده بالمضرب الكهربائي او بايدينا. نعملها كده نلفها بايدينا لحد ما يكون القوام ناعم كده وكريمي وفاتح قوي. واحاول طول ما انا بخلط كده انزل اللي في الجوانب، وارجع تاني ان انا اخلط بالمضرب الكهربائي لغايه ما يوصل القوام فاتح زي ما قلت لكم، ويعني لونه كريمي كده. ابدا انزل عليهم النص كوبايه الزيت، وبعدين اضرب ضربه كده لحد ما القوام يرجع ان هو يبقى كريمي كريمه. عارفين انتوا الكريمه كده الفوم ده كده، عارفين انتوا انا قصدي ايه. يبدا ان هو اول ما يوصل للقوام ده نقوم منزلين عليه البيضه والفانيليا. الفانيليا حوالي كده 8 جرام على حسب، بس لما نكون مستعملين نوعية فانيليا كويسة بنطلع البسكوت كده فانيليا وريحته حلوة، بيبقى بص عامل جو جامد في البيت، وبالذات في الجو التلج اللي احنا فيه ده. وانا بقطع كيس الفانيليا كده حتة طارت كده فنزلت جبتها. احط بقى الفانيليا وبعدين ارجع اضرب كده تاني لحد ما يوصل القوام زي الاول بالظبط، كريمي فوم كده وشكله عسول كده. ابدا انزل عليهم الدقيق، بس مش هنزله كلته مره واحده زي ما احنا متعودين ان احنا بنعمل البسكوتات، ما بننزلش كميه الدقيق كلها مره واحده. طول ما احنا بنضرب بنبدأ ان احنا ننزل حواف البولة كده، ونرجع نضرب تاني كده لحد ما خلاص خلصنا الكريمة بتاعتنا بقى او الخليط بتاعنا. نقلب تقليبة كده، شوفوا هو ده القوام اللي احنا عايزينه كده، كريمي وزي كريمة الزبدة كده. نبدأ ان احنا بقى نجيب الدقيق بتاعنا ونرش عليه المعلقة بيكنج باودر، واقلب تقليبة كده عشان البيكنج باودر ما يروحش في حتة واحدة والحتة التانية لا. وبعدين اهم حاجة يكون الدقيق منخول، عشان كل ما ننخل الحاجة كده يعني ما نجيبش كده من الكيس ونحط على طول، لا احنا لما بننخل بيديله برضو في نفس الوقت هشاشة كده. انا ما حطيتش الكميه كلها مره واحده، سبت حوالي كده كوبايه على جنب. ابدا ان انا انزلها تدريجيا بعد ما اقلب تقليب، احنا مش بنعجن احنا بس بنقلب بالسباتولا. بعدين ابدا انزل كمان نص كده واركن النص التاني على جنب لحد ما اشوف القوام العجينه مظبوط معانا، هيحتاج النص التاني ولا لا. تمام. اهم حاجه بقى واحنا بنعجن، يعني هنلم كده، انتي بقى ايدك هتحسي كده بقوام العجينه. لو حسيتيها نشفت معاكي شوية بعد ما حطيتي ال4 كوبايات أو ال4 كوبايات ونص، بنضيف مثلا معلقة زبدة أو معلقة زيت لحد ما يوصل القوام إن هي عجينة ملمومة كده وفي نفس الوقت ناعمة كده. باختبر العجينة ان انا امسك عجينة كده واكورها اعملها كورة واضغط عليها. لو لقيتها شققت من الجوانب كده بضيف معلقة زبدة او زيت، بعدين ارجع اقلب تقليبة، وبعدين اختبر العجينة تاني واشوفها. اهم حاجة تكون ان هي كده بشكلها واضغط عليها، ما تكونش مشققة كده، العجينة مظبوطة معايا. فانتوا لو حسيتوا ان هي بتلزق تلزيقة بسيطة ما تضيفوش دي، لانه الجو ساقعة. الزبدة شوية لو قعدت شوية بتلاقوها ان هي مسكت كده ونشفت معاكم، عكس الصيف خالص ان احنا بنلاقي العجينة طرية كده، فبنحط لها كمان شوية دقيق كده عشان تتلم معانا عجينة مظبوطة.
نيجي بقى في حتة التشكيل بقى ده بتاعه اسهل من السهولة. بجيب كورة كده واضغط عليها واكورها، واضغط كمان ضغطة كده تبطيطة صغنونة، وابدأ ان انا اجيب السكينة بقى واعمل خطوط بقى شبه خطوط الصوف. ليه بقى انا قلت بقى عليه بسكوت الصوف بقى؟ عشان كده عامل زي خطوط كده. عارفين انتوا لفة الصوف كده اللي احنا بنبقى مدمنينها في الشتاء؟ بنفضل بقى حتى لو يعني اي حد كده بيبقى عنده بنوتة، بنجيب كده لفة الصوف بقى ونقعد نعمل لهم اختراعات بقى. بنعشق احنا الصوف في الشتاء. ارجع تاني اجيب بسكوتة كده قطعة عجينة واشكلها وابططها تبطيطة كده تكون متساوية، واجيب السكينة انزل ضغطة، يعني اقسم كده العجينة خطوط 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 كده، اقسم ما اضغطش لحد ما اقطع العجينة بالسكينة، لا بوصل يعني يا دوبك ان في حتة صغنونة كده يمت تحت ماسكة العجينة البسكوتة كلها. لما تضغطوا كده بيطلع معاكوا الشكل مظبوط، اما لو انتوا ضغطتوا على الخفيف مش هيطلع معاكوا الخطوط الحلوة دي. بخلص الكمية بتاعتي كلها كده واعمل صواني كده، هتعمل معانا حوالي 52 بسكوتة كده الحجم الحلو ده. اخلص الكمية كلها وبعدين ابدأ ان انا اشغل الفرن بقى، وانا في اخر صينية كده بشغل الفرن على درجة حرارة 180، النار شغالة بس من تحت، وادخله الرف الوسطاني، واستنى لما تاخد لون محمر خفيف كده من تحت، وابدأ ان انا اشغلها شوية تاخد اللون التحفة ده. باسيبه بقى لما يبرد خالص، وبعدين ابدا ان انا احطه في علبه كده واغطيه كويس، واسيبه بقى ناكل بقى نشد منه طول النهار طول الليل بقى. الولاد كده رايحين جايين على المطبخ ياخدوا واحده، يبقى حلو قوي. شوفوا بقى عسول قوي وشبه فعلا خطوط الصوف، عشان كده سميته بسكوت الصوف. لو عندكم اي اقتراحات تانية يعني للاسم يا ريت تكتبوها لي في الكومنت. وشوفوا بقى البسكوت عامل خفيف وهش وابيض كده وحلو وعسول قوي. بجد وصفة في منتهى السهولة والبساطة، وأهم حاجة إن نشوفه بيدوب كده ومقرمش قرمشة حلوة قوي. وبس كده بقى الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.